بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ توحشتكم ان شاء الله تكونوا بخير. وسمحوا لي على الغياب. شوفوا صراحة الغياب تاعي كان عنده ثلاثة اسباب. السبب الاول انه عييت صراحة من القناة. شفتوا واحد كيكون يتعب ويخدم وانتم ما تشوفوش الكواليس هذيك تاع كنصوروا نديروا مونتاج منا ومن بعد تشوفوا البنات في 74 الف مشترك تصيبوا 20 واحد يتفاعل معك. وبالمناسبة نشكر بزاف الاخت ريما والاخوات اللي سقساو عليا ونقول لهم بارك الله فيكم، وربي ما كيما نقولوا حنايا ما يحيركمش على عزيز. وثاني كان سبب الزواج، كان عندي واحد اللي تخافوا في الدار. والسبب الثالث هو القرايه تاع الدراري مع الاختبارات وكامل. مع عندي زوج في المتوسط، وحده هذا العام طلعت صافي لازم ندير لها اون باز. وزوجه راهي كطريه مانيا هذا العام عندها البيان، ادعوا لها خوتي ان شاء الله ربي ينجحها. المهم الفيديو تاع اليوم هو فيديو في الحقيقه قديم، بصح حبيت نطلع عليكم. قلت معليش نطلع عليهم، هذه يعني في شحال مغيبه عليهم. هنايا البنات، حبيت نشارك معكم وصفه تاع كرانطيطه سورتو هكا كي راهو البرد وكامل، ووصفات السلك الحاصلين. انا هنايا عندني نص رطل تاع كرانطيطه اللي هو 250 غرام تاع فرينه تاع الحمص. ندير معها مغرف تاع الملح، 7 مغارف تاع الزيت، وشويه تاع الكمون، وعندي ريتله وربع تاع الماء. هنا الا ما كانش عندكم هذا الطاس ولا باش تقيسوا الماء، قيسوه بالكاس تاع ام وليد اللي هو 6 كيسان ماء تاع ام وليد. 6 كيسان ماء يجونا في 250 غرام تاع فرينه الحمص. اذا كان عندكم كاع يعني ما عندكمش كاع باش تقيسوا لا هذا الطاس للكاس تاع ام وليد ولا طريقه، كاين طريقه سهله اللي هي تحكموا السنيوه تاعكم اللي حديروا فيها كرنطيطه. هنا شوفوا عندي هذه السنيوه فيها 20 على 30. هذه السنيوه البنات هي اللي يجي فيها نص رطل تاع كرنطيطه، يعني ما تكبروش ولا تصغروا. تقدروا ديروا ثاني نص رطل في هذيك تاع 25 على 25 مربع تاع 25 على 25 ثاني تجيكم فيها. ولا كانت مدوره ثاني القطر تاعها ما يفوتش 25 سنتيمتر. وكيف لازم السنيوه تاعكم يكون هذاك الحديد تاعها رقيق. لو كان يكون الحديد تاعها خشين كيما المول المدور اللي وريته لكم راح تطول لكم في الطياب. المهم هنا البنات كنت انايا شعلت الكوشه تاعي تسخن لي على درجه، ولا كنت عندكم فونتيلاتور زيدوا شعلوا فيها الفونتيلاتور باش تسخن لكم مليح. جبت انا هذيك 250 غرام تاعي تاع فرينه الحمص، درت لها مغرفه تاع الملح، شويه تاع الكمون، وزدت لها هذاك الريتله وربع ولا 6 كيسان تاع ماء. قلت لكم الا ما كانش عندكم باش تقيسوا الماء، جيبوا السنيوه تاعكم هذيك اللي درت فيها انايا هذيك الكاريه، عمروها بالماء، خلوا واحد 2 سنتيمتر يعني ما تعمروهاش كاع للفوق. ومن بعد هذاك الماء راكم خلاص عبرتوه، تجو تدفيوه شويه وبدي تفرغوه على الفرينه تاعكم هنايا باش بالخف يذوبها لكم، يعني ما تتكور لكمش هذيك الفرينه. هنايا قلت لكم انا دائما الماء نديرو سخون عليه باش بالخف الفرينه الكرانطيطه تاعي تذوب لي فيه. وكي ندخلها للكوشه ما نستناوش كرانطيطه حتى تسخن وتبدا طيب، ديجا الماء يكون سخون فيها. ومن بعد ما نخلط هذيك الفرينه الحمص تاعي مليح مع الملح والكمون، نجي نزيدو هنايا 7 مغارف تاع الزيت. الزيت انا ما نديروش في البدايه باش ما يكورليش هذيك الفرينه، نديرها نحلها بالماء بعدا باش ندير الزيت. انايا البلا تاعي كنت دخلته للكوشه، شتوني دهنته بشويه تاع الزيت ودخلته للكوشه سخلي، ومن بعد خرجته وحط فرغت عليه. وشوفوا كان التفاعل كان معوج هذاك البلا، ومن بعد عاود ولا تسقم لي نورمال. انا اللي ما تحبش تدهن البلا تاعها بالزيت ما تدهنوش باش ما تجيهاش هذيك القشره مقرمشه من تحت. وندخلوها للكوشه على اعلى درجه، انا درها في الرف الوسطاني. وهنايا قلت لكم شوفوا كي تبدا طيب من تحت، كي تبدا هكا تحمر لي من الجوانب وتشوفوا الكرنطيطه تاعكم مازالت شويه طريه، شعلوا عليها من الفوق، ما تخلوش الكرنطيطه تاعكم تنشف لكم من تحت باش تشعلوا عليها من الفوق، لخاطر كي نخرجوها راهي راح تزيد تبرد وتزيد تنشف معانا باش ما تجيناش يابسه، يعني تجينا كريميه. واكيد ما كاش كيما هكا كرنطيطه سخونه مع الهريسه. تفكرني بيامات الجامعه ويامات القرايه، هذيك تاع البرد. هنايا البنات هكا تقدموها مع شربات ولا كازوز ولا كيما حبيتو. والناس اللي دايره ريجيم تقدر تاكلها حتى بلا خبز، يعني تحط مرسو هكا في طبسي ولا وتاكلها. وشوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. نتمنى حبيباتي ان الوصفه نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليها بالجيم والبارطاج، وتشاركوا القناه مع الناس اللي تحبوهم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. نقول لكم مع السلامه.